السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم المنزلاوي وفيديو جديد. النهارده هنتكلم عن مباراة الأهلي وغزل المحلة، المباراة اللي هتكون النهارده. احنا هنتكلم أكتر، جاي أكلمك أكتر مش على الأهلي، هكلمك النهارده على غزل المحلة، الفرقة اللي طبعا بقيادة المدير الفني الغني عن التعريف علاء عبد العال، المدير الفني اللي حضرتك هتشوفه في الدوري المصري على مدار تاريخه بالطريقة اللي أنت عارفها، الطريقة اللي هي هتقف ورا راكن الأتوبيس، الطريقه الغريبه جدا اللي ما بيغيرهاش ومهما تحاول. هو ده كابتن علاء عبد العال، لن يتغير. غزل المحله اللي انت هتتفرج عليه يوم الاثنين ده مش هو غزل المحله اللي انت متعود عليه، مش هو غزل المحله بتاع الموسم اللي فات. غزل المحله اللي انت هتتفرج عليه الماتش الجاي ده، عايز اقول لك ان كان ابرز مثلا نجوم غزل المحله الموسم اللي فات كان محمد علي بن حموده، محمد اشرف بن شرقي، عامر العش، ومعاه عمرو الجزار. 5 نجوم كانوا في الدوري، هم دول اللي كانوا شايلين، طبعا بجانب محمد جابر على الباك اليمين، وده اللي كان بيدي تقل ومساحه لفرقه المحله، طبعا بجانب الملعب الكبير، الملعب الصعب جدا بتاعها. الغاز المحله هتشوفها بتلعب بطريقه مختلفه تماما عن الموسم اللي فات. الطريقه اللي كان بابا فاسيلي معتمد فيها اكتر على انه يفتح ويجري محمد جابر ويجري الباك الشمال ويفتح الخطوط ويهاجم ويبقى عنده شراسه ونجاعه هجوميه. انت هتلاقي عكس الكلام ده تماما الموسم ده مع علاء عبد العال. هتقول لي ليه بقول لك كده؟ هقول لك عشان حضرتك لك ان تتخيل ان غزل المحله لعب 3 ماتشات، ال3 ماتشات تعادل سلبي، ال3 ماتشات ما قدروش يجيبوا فيهم جون، وعلى النقيض الثاني ما قدرش برضه يدخل فيهم جون. فلو هنقسم الموضوع كايجابيات وسلبيات، تعال اخش معاك مثلا الاول من عن طريق السلبيات. والسلبيات هنا انا بكلمك سلبيات بالنسبه لفريق الاهلي، ايجابيات بالنسبه لفريق غزل المحله، الفرقه اللي وانت مغمض هتلاقيها واقفه 4-4-2، طريقه علاء عبد العال، واقف ورا عامل زون ديفنس ما بيطلعش من خط ال 18، ملعب صغير، فبالتالي لعيبه الاهلي هتبقى كابسه وهجمه جدا. الماتش اللي هو هيبقى فيه عرضيات كتيره جدا في ملعب صغير جدا، وعلاء عبد العال هو كل امله في مرتده واحده ويخلص بيها الماتش، وده اللي انت هتشوفه في ماتش غزل المحله. لو نيجي شويه على ايجابيات غزل المحله، ايه غزل المحله ممكن يعملوا ايه يأذي بيه الاهلي؟ هنيجي هنا ننقل الاهلي في الفقره دي، هننقل بقى على الاهلي شويه، لان الاهلي حضرتك لو اتفرجت عليه في اول ماتش هو كان بيلعب بخط دفاع مكون من محمد شكري، محمد هاني، ياسين مرعي وياسر ابراهيم. واخد بال حضرتك؟ عايز اقول لحضرتك ان خط الدفاع ده مش موجود تماما في الماتش بتاع بكره، انت بتلعب بخط دفاع جديد تماما. وهنا هتيجي نقطه ضعف الكبرى بالنسبه للنادي الاهلي. انت بتتكلم لو نيجي نبص لها ونفكر في حلول ايه ممكن، مين ممكن يلعب فين؟ انا بشوف ان كريم فؤاد هو ممكن اخره يلعب باك يمين ويلعب برمضان بيكهام ويلعب بجنبه داري ويلعب بكوكا كباك شمال، وانا بشوف ان مفيش طريقه انك تحل بيها غير كده. وطبعا انت بتتكلم في رباعي هيلعبوا بالطريقه دي، فاول مره مفيش انسجام اصلا. لما كان في انسجام بين الرباعي كنت اتفرجت على النادي الاهلي في 3 مباريات بس او في مباراتين كمان استقبل 3 اهداف، فبالتالي الاهلي دفاعه اصلا مش بخير. فانت هتلعب قصاد فرقه هتهاجمك مره او مرتين وغالبا هيجي فيك اجوان. وهنا هننقل بقى على اكبر ايجابيه وسلبيه نادي غزل المحله في نفس الوقت. ايه هم بقى الاثنين المهاجمين؟ اكتب معايا حضرتك عبد اللطيف جريندو، فاكره ابو شعر بتاع المصري ده؟ هو ده الجناح بتاعه او المهاجم الثاني بتاعه، الراجل اللي هو الاب داون شويه بتاع زيزو، اللي هيخش ويخبط ويجري وسبرنتات مع كوكا لانه هيلعب ناحيه كوكا وعرضيات كتير. هو ده اللي هتشوفه من جريندو، لكن فعاليه زيرو. الراجل اللي احب اقول لك ان الهجمه الوحيده اللي جت لفرقه غزل المحله في ال3 ماتشات كانت ضربه جزاء، وعبد اللطيف جريندو دخل ضيعها. والله اقسم بالله لعيب اسطوري يعني. تيجي تقول لي طيب يا سيدي ده مكمن الخطوره الاول، ايه مكمن الخطوره الثاني؟ اقول لك سانداي، وما تقوليش يعني ايه الاسم ده. سانداي ده اللي كان بيلعب في ماتش الاهلي وريال مدريد. لا طبعا لا ما تضحكناش بقى، لا طبعا. ده ابنه. بس على صغير. سانداي ده بقى حضرتك هتلاقي النسخه التانية من جريندو، اللعيب الفحيرة اللي هيجي يقعد يهد في دفاعات الاهلي، ولكن هو عند الجون هو ملط. الراجل فعاليته في ال3 ماتشات انا عايز اقول لك ان هي ممكن تبقى بالسالب. الراجل اللي جاله في 3 ماتشات 6 فرص محققة ما جابش ولا واحدة. الراجل اللي شاط اون تارجت بس 4 كور ما فيش ولا واحدة عدت ناحية العارضة. راجل زيرو تهديف، زيرو فاعلية. هل ده معناه ان غزل المحلة ما يقدرش يجيب اجوان في الاهلي؟ هي دي الفكره، ان فرق زي دي ممكن تبقى لعبت 3 ماتشات
وتعالى بقى نتفرج على 3 ماتشات بتوع المحله، لان ممكن واحد من بهواكم يقول لي ايه، او من حضراتكم يقول لي ايه يا عم، ما هم ممكن لعبوا فرق ضعيفه او فرق ملط. تعالى بقى احكي لك على الفرق اللي لعبتها غزل المحله. انت بتتكلم اول ماتش كده بسم الله الرحمن الرحيم، البنك الاهلي واحده من اقوى السكوادات في الدوري المصري، مع الابجريد والنجوم اللي اضافوا زي مصطفى شلبي ومتعب، ومحمد بن شرقي نفسه اللي كان في المحله. فانت بتتكلم ان البنك نفسه كان عامل صفقات، واحد من اكتر الانديه اللي عامل صفقات في الدوري، قدر يعطله ويتعادل معاه 0-0. تعال الماتش الثاني، الجونه في الجونه، وانت عارف يعني ايه الجونه في الجونه، ماتش صعب جدا، كلهم لعيبه شباب، فرقه اصلا علاء عبد العال كان بيدربها، والهوا والملعب الصغير. وده الماتش بالمناسبه اللي عبد اللطيف جريندو ضيع فيه ضربه الجزاء. وهنا كانت المفاجاه بالنسبه لي، علاء عبد العال تخلى عن دفاعاته وهاجم في ماتش الجونه ده وفتح. وهنا الاحصائيات اللي بكلمك فيها، عبد اللطيف جريندو راح اكتر من 3 4 مرات اجوان يا جماعه، كله ضاع. ساندي راح ومش مصدق، وفي العارضه وبره الجول، ما بيشوفش حارس اصلا. نيجي الماتش الثالث، هو ماتش سموحه في اسكندريه. انت متخيل ماتشات بيلعب البنك الاهلي على ارضه، بيلاعب سموحه على ارضه، بيلاعب الجون على ارضه، يعني لعب 3 ماتشات اصعب واخطر من بعض، وفيهم فرقتين جماهيريتين. فبالتالي الراجل عدى باختبارات. هل ده معناه ان الاهلي هيخسر يوم الاثنين؟ انا ما بقولش كده، ولكن بالشكل العام الاهلي مهمته مش سهله خالص، وبالذات ان هو داخل كمان بدفاع تقريبا كله متغير. تعالى بقى نخش على اخر نقطه بالنسبه لي، فكره ترتيبه اللعيبه. زيزو اللي شفناه بيلعب 8، تريزيجيه اللي شفناه بيلعب وينج مش وينكو عشان بس اشرف بن شرقي يلعب على عدلته. هل الكلام ده هيكمل، ولا هنشوف تريزيجيه في مكانه وزيزو يرجع تاني واشرف بن شرقي يلعب 10؟ ده بالنسبه لي هيبقى اريح كتير للملعب. هل جراديشار هيبدا؟ لان انا بشوف ان محمد شريف خد فرص في الماتشين اللي فاتوا دول كتير جدا وما جابش الا جون، والراجل راحت له اكتر من فرصه وما قدرش يترجمها. مش هيديك الكواليتي بتاع وسام ابو علي طبعا، ولكن انا بشوف ان جراديشار لازما بعد الجون اللي جابه ياخد ويبدا الماتش الجاي. واذا عجبك الفيديو واتمنى تقول لي رايك في الكومنتات، لايك وشير وسبسكرايب. وعايز اسمع رايك، الاهلي هيخسر بكره ولا هيكسب؟ سلام.